يلا بينا نعمل الفخفخينة. حاجة سهلة بسيطة سريعة ممكن اي حد يقدر يعملها، وكمان هترطب علينا في الجو الحر اللي احنا فيه ده. يلا جهزي اي فواكه متوفرة عندك ويلا بينا نسمي الله. الفخفخينة من الحاجات المصرية المشهورة جدا عندنا هنا في مصر في محلات العصائر. هنجهز اي فاكهة بنحبها واي فاكهة متوفرة عندنا. شايفين جمال الفاكهة المصري البلدي؟ شايفين حلاوة الجمال؟ بس اهم حاجة نختار فاكهة مستوية. هنغسلها كويس جدا ويلا بينا نبتدي. اول حاجه في الفخفخينه دي احنا عايزين نوع عصير، يا اما عصير جوافه او عصير مانجا او تفر اي عصير احنا بنحبه، بس هي مشهوره جدا يبقى عصير الجوافه يبقى عصير المانجا. عايزين نعمل عصير يكون بيوريه، يعني يكون تقيل جدا جدا زي اللي بنجيبه من المحلات او بنشربه بره. هنجهز المانجا وهنحط عليها ربع كوبايه ميه صغيره، وهنحط عليها السكر اللي احنا عايزينه والسكر حسب الرغبة، وممكن نضربها اصلا بالهاند بلندر. كده جهزنا عصير المانجا البيوريه. هنعينه بقى في الفريزر شوية يسقع لحد ما نخلص تقطيع الفواكه. زي ما اتفقنا هنجيب اي فاكهة عندنا وهنبدأ ان احنا ننضفها كويس جدا من جوه، ولو فيها اي حاجة متخربشة او اي حاجة من بره مش لطيفة يعني هنشيلها، وهنبدأ بقى ان احنا نقطع الفواكه. وحاولي كمان تنقي الفاكهة اصلا مسكرة. قطعت جوافة وقطعت تفاح، وزي ما اتفقنا اي فاكهة متوفرة عندنا. رفيعة زي دي، وبعدين هقطعها بقى مكعبات صغيرة، وزي ما قلنا اختار الفاكهة مستوية جدا وتكون مسكرة وفيها لحم. عايزه اقولك كمان ان دي الفخفخينه دي من الحاجات برضو اللي هي تبقى تنفع للضيافه، لو جالك ضيف فجاه وعايزه تعملي حاجه سريعه طعمها حلو ومشرفه، دي مناسبه جدا لكده. بالنسبه بقى اللي هيقولوا ان هي بتاخد فاكهه كتير ولا كده، لا خالص يا جماعه، هي مش بتاخد فاكهه كتير، لان انت بتحطي مجموعه من الفواكه بتفرق، وبتقطعيها بقى بتفرق معاكي كميه. وهنحتاج مانجا كمان، هنقطعها مانجا مكعبات، فانت اختاري مانجا مناسبة للأكل، فهنحتاج مكعبات من المانجا. وعلشان اتحكم في المانجا دي كده كويس هدخلها الفريزر 5 دقايق كده ولا حاجه قبل ما اقطعها واقشرها واشتغل فيها. وبعدين كده عملت ميكس الفواكه الخطير ده. انت لو دقت الميكس ده لوحده انا هنا قدمتها في اطباق. ساعات احنا بناكلها في محلات العصاير في كوبايات، تمام مش مشكله. لو كوبايات بقى هتحطي طبقات، وبعدين هقدمها في الاطباق دي يعني، وهنزل عليها بعصير المانجا اللي احنا عاملينه. انتوا متخيلين بقى الطعم معايا هيبقى عامل ازاي؟ وبس وصفه خلصت اصلا ما فيهاش اي صعوبه ولا اي حاجه. ميكس فواكه احنا بنعمله وعليه عصير بيوري، وهنزينها بقى. ساعات انا باكلها بره تبقى متزينه بقطعه من الجلاش او قطعه من الهريسه، عليها بوريو، عليها بسكويت، عليها اي صوص شوكولاته او اي صوص اي حاجه احنا عايزين نحطها. ممكن كمان ميكس مكسرات. الوصفه خلصت، طبعا تجربوها اعملوها وقدموها على طول. لو الفاكهه ساقعه والعصير ساقع قدموها على طول. العصير مش ساقع والفاكهه مش ساقعه سيبوها 5 دقايق في الفريزر، هتقعد معاكي يوم و2 بالكتير. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد.